نحن في مصر لا نتعود على النكات المذهبية. يعني حضرتك قدمتني فقلت الأستاذ محمود جابر الكاتب والباحث ومدير مركز والشيعي المصري. نحن في مصر لا نعتاد على ان احنا نقول فلان الصوفي على اعتبار ان انت ممثل للإخوة الشيعة. هذه النكات هي موجودة في أقطار أخرى. هي ليست نكات. لا نكات. هو مذهب لك تعتنق. يا سيدي نحن أنا أفخر وأعتز به، لكن مسألة إبراز عقيدتك لك ونحن نبحث هذا الأمر وأنا ممثل له، على اعتبار أن المسلمين منهم الشيعة ومنهم السنة. جميل، لكن هو الكل تحت مظلة الإسلام، ولا أحب أن تكون ذلك عناوين في القديانية والبهائية. يعني أنا لا أحب أن ألقى الشيخ عدنان في الشارع فأقول له يا شيخ عدنان أنت كذا. نعم. واخد بالك، هو الشيخ عدنان رجل مسلم وبين خليني بس مرة من وقتك نصفه معنا على الهاتف أستاذ عباس الجمري، واخد بالك، ثم لك دقيقتين. تفضل أستاذ عباس، تفضل. أستاذ عباس، يبدو أن الاتصال انقطع. أكمل، تفضل. طيب قلت وسألت الشيخ من العلماء، وده سؤال أنا سألته هو لم يستطع الإجابة عليه حتى الآن، من إذا كان الكلام الإمام المفيد والإمام الصدوق كانوا في القرون الأولى، القرن الثاني والثالث والرابع، ولماذا يساق هذا الافتراء؟ قال لك الشيخ عدنان بالأمس أنه مع المهدي المنتظر في السرداب. يا سيدنا هذا كلام عالم يعلمه القاسي والداني ويعلم علمه وقدره. أكمل فكرتك في وقتك القادم. الوقت انتهى. معنا على الهاتف الأستاذ عباس الجمري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع 5 دقائق أستاذ عباس أو فضيلة الشيخ عباس يعني. طيب بدون مقاطعة. تفضل دكتور عباس، تفضل. إذا لا تقاطعني. لا بأس. لن أقاطعك. أولا أبارك لكم هذا الشهر الفضيل، وكذلك أبارك للأخ الأستاذ محمود هذا الجهاد وهذا الرباط، وأحييك على رباطة جأشك. نأتي إلى الشيخ عرعور حبيبنا الشيخ عرعور. يعني أنت كم فرية افتريت علي؟ أنا شخصيا كم فرية افتريت علي؟ بهذه اللحية ألا تستحي أن تقابل ربك بكذب؟ تكذب علي على الهواء مباشرة؟ تقول أنني قلت أن القرآن محرف، وأنا أكلمك مباشرة. كنت نصف ساعة. دكتور عباس من فضلك يعني دكتور عباس عفوا عن المقاطعة. تخجل على نفسك. دكتور عباس عفوا عن المقاطعة، يعني تستمع إليه. يعني نمنح لك هذا الوقت بحياد تام كقناة صفا، وليس لنا ناقة ولا جمل ضد أحد أو مع أحد، ولكن نرجو ألا تتجاوز في حوارك، وإذا كان هناك تجاوز يرد عليه بعدم التجاوز. يعني أشكرك. نعم. يعني لو التزمنا ده. أستاذ تفضل. أستاذ، هو افترى عليه افتراءات أنت لم تعترض عليه، ولم تقل الرجل غائب ولا تتكلم عليه. إذا دعني أدافع عنه. كان بودك أن تتصل في وقتها أو في حينها. اتصلت ولا ترفعون التلفون. تفضل. أنتم لا ترفعون التلفون. يعني تليفون القناة مفتوح 2. عندنا 3 خطوط. نعم فاضيين. خطين لا ترفعون الخط. طب بعد إذن حضرتك، يعني ألم تكن القناة حاليا بالاتصال بك؟ يعني أنت ما عرفتش تتصل حينما أشار الأستاذ محمود على أنك تريد أن تتداخل معنا وتبرز وجهة نظرك، قامت القناة بالاتصال بك. أعتقد أن هذا جهد مشكور لنا يعني. نعم مشكورين. كلامك هذا سليم، وأنتم اتصلتم مشكورون. تفضل. مشكورين. الأخ الشيخ عدنان، قلت أنني قلت بالتحريف، وقلت أنني وضعت موضوعا في شبكة الميزان على أنني أعترف فيه بالتحريف، وأنا أقول لك الآن عندك لابتوب، وري الجماهير أين قال عباس الجمري أن القرآن محرف. بالعكس، هذا الموضوع وضعه أحد الأغبياء المنتسبين إلى الشيعة، أحد الأغبياء المنتسبين إلى الشيعة. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد
بسمة فإذا وعى القرآن حينا لنا فإذا وعى القرآن حينا لنا اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزلها ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا